السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم الكرة مع عمر. كلنا بنتساءل، هو درع الدوري فين؟ يا جماعة الدرع، انتوا خطفتوا الدرع. الموضوع ببساطة يا جماعة إن اتحاد الكرة والمسؤولين عن الرياضة في مصر قرروا تغيير شكل الدوري، شكل درع الدوري. قال لك نعمل حاجة شيك كده أوريجينال، فبيتصنع بره، معرفش في احد الدول الاوروبيه بقى ولا الدول الخليجيه ولا معرفش بيتصنع فين يعني. المهم ما علينا يعني. الدوري اتعمل وخلص وراحوا كاتبين عليه اسم بيراميدز، ان الفائز بالنسخه بيراميدز. الدوري فين يا جماعه؟ اصل يا جماعه مفيش وقت نسلمه عشان المباريات. الدوري فين يا اخوانا؟ اصل مفيش، مش عارف المنتخب، تجمعات المنتخب. الدوري فين يا جماعه؟ ثروت سويلم يقول لك معلش في الجمرك ومش عارفين نخرجه. لا، هو القصه كلها يا جماعه ان الدوري اتكتب عليه اسم نادي بيراميدز. هم كانوا عايزين بيراميدز يكسب بقى، بس ربنا عايز حاجه ثانيه. خلاص هنعمل ايه بقى؟ ده الموضوع ببساطه. يعني تقدروا تقولوا دلوقتي الدوري في مرحله التعديل، يعني بيعدلوه بقى تاني، يشيلوا بقى الاسم اللي كتبوه ويحطوا حاجه جديده ويحطوا اسم الاهلي والشعار والكلام ده كله. بس ده الموضوع ببساطه، عشان احنا شغالين في مصر مع مسؤولين عن الرياضه هواه. مسؤولين هواه حرفيا هواه. في برضه كارثة تانية وفضيحة تانية للمسؤولين عن الرياضة في مصر، الهواة. كابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عمل ايه؟ كان طالع في برنامج، المذيع بيقول له هو ليه الحكم اللي جوميز زقه جوميز ما اتجازاش؟ جوزيه جوميز مدرب الزمالك كان زق الحكم بايديه. قال له لان الحكم لم يكتب ذلك في التقرير بتاعه. خلاص ماشي يا عم، ما كتبش، مش مشكله، الراجل مسامح في حقه. قوم بقى يجي الكابتن او الاستاذ ابراهيم منيسي يجيب صوره من تقرير الحكم ويلاقي الحكم كاتب في التقرير اعتداء جوميز عليه. ايه؟ اعتداء جوميز مكتوب في التقرير. انا النقطه دي بالنسبه لي داخله في حتتين. اول جزئيه، انت كراجل رئيس لجنه حكام المفروض تجيب لحكامك حقهم عشان تحافظ عليهم وعلى شكلهم، مش تطرمخ على اللي بيقل منهم. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انتماءاتك بتحكم. ما ينفعش اكون في منصب واديره بانتماءاتي وبالعاطفه، ما ينفعش. لازم اديره زي الكتاب ما بيقول وبالضمير بما يرضي الله. إذا كنت أنت من البداية بتعمل كده، أول حاجة ما جبتش لحكامك حقهم، قلت منهم ومن كرامتهم، بتدلس، بتخبي، هتعمل إيه في الموسم؟ هات لي الحكم الفلاني حاضر، خليه يحسب لي ضربة جزاء حاضر. ما هي كده بقى، ما هو أنت اتضح إن أنت مش مشكلة حكامك ولا كرامتهم ولا كده، المهم النادي اللي أنت بتحبه. يبقى انت غير جدير بهذا المنصب. ده رايي الشخصي، غير جدير بهذا المنصب. اخر حاجه اقولها، انا لازم يعني على الساده المسؤولين اللي هم مفيش مسؤولين، تغيير رئيس لجنه الحكام. النقطه الثالثه يا جماعه عايزين نتكلم فيها مع بعض سريعا كده. احمد فتوح خرج بكفاله قدرها 50,000 جنيه، وتحدد له جلسه لسماع أقوال الشهود الأطباء وأطباء الطب الشرعي يوم 22/10 بحضوره في المحكمة. حاليا في مفاوضات دايرة بين طاقم من المحاماة بتاعه الأستاذ أشرف عبد العزيز وسيادة المستشار مرتضى منصور علشان يدفعوا الدية لأهل المتوفي رحمة الله عليه. المعلومات اللي واردة إلينا لحد دلوقتي إن أهل المتوفي رافضين. إيه اللي هيحصل من هنا لحد يوم 22 ربنا هو اللي عالم بالأمور، وربنا يصلح الأحوال إن شاء الله. شوية أخبار سريعة بقى كده يعني عن النادي الأهلي. كابتن شوبير هيقدم برنامج الكرة مع شوبير على قناة النادي الأهلي في البرنامج الرئيسي اليومي. بجانب في برنامج بيتكلموا فيه لسه مع كابتن شادي عبد الحفيظ، في ملك وكتابة، الأهلي خط أحمر، مش عارف بقى بقية الخريطة لسه. هتفتح امتى القناة؟ يا إما يوم 27 يوم ماتش مباراة السوبر، يا اما اول الشهر. انا ارجح ان هو يبقى اول 10، مش هيتفتح يوم السوبر يعني، انا برجح ده احساسي يعني.
فطبعا كابتن شوبير مكسب كبير قوي. في بعض الناس بتقول يا جماعه طب ما هو كده مش هيقدر ياخد حريته في الكلام زي ما كان بيتكلم في قناه مش فئويه، لان طبعا قناه بتمثل النادي. كابتن شوبير عنده برنامج بتاعه في الراديو، برضه المتحده رجعته تاني تحاول تعمل نفسها صيت، لان خروج شوبير من المتحده وقع القناه ووقع مشاهداتها. يعني يا جماعه اي حاجه اسم الاهلي بتنجح، اي حاجه يطلع من اسم الاهلي تقع. والله ما مجامله ولا عشان انا اهلاوي، دي حقيقه. خبر اخير، قناه بين سبورت الرياضيه المفتوحه قررت تذيع مباراه الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي 27 بتعليق عصام الشوالي على القناه المفتوحه. والام بي سي مصر هتذيع المباراه بقناه صوتيه اولى مدحت شلبي، قناه صوتيه ثانيه فارس عوض. اختاروا بقى انتوا تشوفوا تحبوا مين وشوفوا. انا عن نفسي هشوف شوط الشوالي وشوط فارس عوض، ده انا عن نفسي يعني بصراحه. ونتمنى للنادي الاهلي التوفيق طبعا في المباراه، وقولوا يا رب. يعني المباراه مش سهله على فكره يا جماعه، المباريات اللي زي كده بتبقى سهله، مفيش حاجه اسمها انا افضل فانا مش، لا، الحاجات دي تضمنش. المباراه دي حسب حاله اللعيب في الملعب في اليوم ده. يا رب نتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله، واشوفكم على خير في حلقه جديده.